عسلامة، مرحبا بيكم. اليوم حبيت نعمل غوسيت متاع حاجة سالي، سورتو جينا راس العام. دونك حبيت نعطيكم وصفة سهلة على الآخر، سورتو بنينة على الآخر وتظهر هكا تشهي وغاسترونوميك. حاسيلو اليوم الغوسيت متاعنا هما رافيولي كات فخوماج بالصوص بيستو. باش نوريكم كيفاش تخدموا لاصوص بيستو في الدار، بيسكو ديجا هي حكة صغيرة. تلقاها غالية برشا، دونك نجمو نعملوها في الدار بأبسط المكونات ونلقاوهم موجودين بارتو. أول حاجة باش نبداو بالبيستو، نستحقو هوني للحبق، الحبق يعني البازيليك. باش نستحقو زادا البارميزان. أنا عوضت البينيون هوني بالنوا دو كاجو، واللي يحب يحط البينيون يحط. زيت زيتونة والملح، وتلقاو المقادير كالعادة في صندوق الوصف. هي راهي سهلة برشا. نحطو القطة متاع شو اسمها هي البازيليك والا الحبق، باش نزيدوه 100 غرام بارميزان و100 غرام نواه كاجو يكون معرش في الفوغ بيان سور، ما يكونش ني. وباش نحطو زيت زيتونة نبداو نراقبو فيهم بشوية بشوية. هوني راهو الريسيت نجمو تحطو فيها الثوم، انا الحقيقة عندي الاسباب صحية ما نجمش ناكل ثوم توا حاليا، دونك مي راهو يبان. تنجمو تحطو 3 ريوس ثوم، تسخنوهم شوية على الغاز ولا الفور. انا خديت هوني الميكسور متاعي. تستحقوا دونك الروبو هذايا ولا الروبو المتوفر عندكم في الدار. حطيت المكونات متاعي الكل مع بعضهم وباش نحط نرحيهم، يعني اسهل من هكا ما ثماش. صوص بيستو تنجموا تعملوا بها الغافيولي، تنجموا تعملوا بها انواع المعجنات الكل يعني. تعطي ياسر نكهة بنينة. تنجموا تعملوا بهم دي توست. سورتو في راس العام تنجموا تعملوا بهم هذوكم لي زاميوز بوش وتحضروها، وراهي تقعد 3 ايام في الفريجيدير الصوص هذيا. كي تحبوا تخليوها لمدة أطول، تنجموا تحطوهم فك المكعبات متاع الثلج وتحطوهم في الكونجيلاتور وتجبدوها وقت الاستعمال. وهوني باش نضرب المكونات الكل مع بعضهم، وباش نزيد بشوية بشوية الزيت. شوفوا تبارك الله اللون ما يشابه. فما دي روسيت متاع بيستو وتنجموا تحطوا البيستاش زادا. تنجموا تجربوه وياسر ياسر بنين. مي الوصفة الأصلانية هي راهي بالبندق. أنا الحقيقة ما لقيتش عندي بندق في الدار، دونك وين اشتهيتها اليوم. دونك لقيتها عندي نواه كاجو، صدقوني عطات مطعم ياسر بنين وما نحسوش جملة اللي هو ما فيهاش البندقة. هذه النتيجة اللي تحصلت عليها. وباش نتعدى توا نعمل الغافيولي متاعي. في الغافيولي باش نستحق الصوص بيستو، باش نستحق وحدة كريم فريش وحدة كريم ليكيد. 4 فصوص متاع ثوم، وعندي هوني رتال غافيولي 4 فرomage. مانيش باش نعمل بوب مي خديتها حاضرة باش من عند بن يغلان متاع المرسى. يعملوا فيها سي اون بات فريش، كلهم يخرجوها دونك بنينة على الاخر. وسورتو كي تطيب تبدا شاده روحها. حطيت الماء متاعي يسخن، وهوني باش نبدا في كاسرولة اخرى باش نحط نعمل الصوص متاعي. دونك حطيت هوني شويه زبده. اذا كان ما لقيتوش الزبده تنجموا تعوضوها بالمارغرين، ما فما حتى مشكل. باش نحط روس الثوم متاعي. انا قصيتهم شويه بالسكينه هكاكا. الزبده كي تسخن مع الثوم يخرجوا ريحه ياسر ياسر بنينه. وهوني حبيت نزيد شويه شبت دولعنات، يعني قصيتهم جويدين باش تزيد تعطينا بنا الصوص بلانش متاعنا. هوني زادا كان حبيتو تعملوا الغافيولي بالسمون تنجموا تستعملوا نفس الوصفة متاع الصوص هذيا، جوست تزيدوا شوية سمون في الصوص بلانش. هكاكا تعطيكم مطعم ياسر بنين. باش نخلط المكونات ونحكي لكم شحال ريحة ما بينها زبدة وثوم والشبت عملوا ريحة ياسر بنينة. كي يذوبوا المكونات متاعي الكلهم باش نزيد دبوست الكريم فريش ليكيد متاعي، ونكمل نحط الحكة متاع الكريم فريش.
تنجموا تتعوضوا يعني زوز حكوك ولا زوز بيبس كيف كيف. مع الحكوك باش تكون لا كريم لي بلوز ايباس اللي متوفرة عندكم، يعني ما نصعبوهيش على رواحنا. سامحوني صوتي في حالة مع تبديلة الطقس. هنا نخلط لا كريم سوس بلانش متاعي باش نخليها تيب في عقلها، ومشيرة الاخرى عندي الماء متاعي نستنى فيه باش يغلي. السر في نجاح لي غافيولي ما يلزمهمش يطيبوا برشا. دونك دوب ما باش يغلي الماء متاعي باش نرمي فيها الرافيولي، باش نوريكم كيفاش وني الماء متاعي هاكا يغلي باش نبدا نحط الغافيولي بشويه بشويه. دوب ما يطلعوا كعبات الرافيولي متاعي من القاع متاع الطنجرة للفوق نفهم اللي هما طابوا. راهي عملية ما تتطلبش أكثر من 7 8 دقائق ماكسيموم. يلزمهم يطيبوا كيما نقولوا نص تياب ولا الدنتي كيما نحبوا لي بات الإيطاليان. إذا كان باش نطيبوهم برشا راهو يوليو لايثين وبعديكا يلصقوا في بعضهم وما تعطينيش منظر حلو. احنا حابين نعملوا حاجة حلوة، وكما تشوفوا وصفة سهلة على الآخر، ورطل راهو يوكل أبوبخي 4 5 من الناس. ممكن حتى أكثر يعني خاطر الصوص راهي قوية. شوفوا كيفاش حطيتهم في ساعة طلعوا، والكعبات اللي يطلعوا لي نهزهم نحيهم كيما كعبات اليويو، عرفت كي اللي تحط ولا الفطاير وهما يبداو يطلعوا في القاع في السيرفاس نتاع الماء. دونك الكمية اللي تخرج نصفيها ونحيها بشوية بشوية. هوني خديت شوية من الماء اللي غليت فيه الغافيولي باش نمرق بها الصوص بلانش متاعي، مش برشا خاطر نحبو الصوص بلانش متاعنا تكون عاقدة. وما ننساش باش نزيدها راني البيستو متاعي. انا باش نحط مغرفه كبيره بالطريقه هذه. شوف لونه ما يشبه الحقيقه اخضر حشيش ومع الابيض يفا دوني ان فيغ باستيل، بيستاش باستيل ياسر مزيان. ما نحكي لكمش على الريحه زاده. نحرك مليح مليح حتى لين نحل الصوص بيستو في الصوص. وهوني نتوما تحبوا تحطوه في طبق واحد، يعني كل واحد الصحن متاعو تحبوا تحطوه في بلا كبير وتدخلوه شويه للفور بو غراتيناج هكايا. يعني لكم كما يقولوا الحريه. انا هوني باش نبارطاجي كيفاش انا عملت الحقيقه، وانتم تنجموا تتفنوا في الكوجينه متاعكم كيما تحبوا. انا هوني خديت غلوه الصوص متاعي باش نحط سيلي بوافغ متاعي، شويه فلفل حلو شويه ملح. ما حطيتش برشا ملح خاطر ديجا صوص بيستو حطيت لها شويه ملح. تنجموا راهو اذا كان ما تحبوش البيستو تنجموا تعملوها بالكات فروماج، دونك جوست لازمكم تشخشخوها بالجبونات عقيله 4 انواع. هوني باش نوريكم كيفاش قدمت صحن الغافيولي متاعي. هوني باش نحط في القاع متاع الصحن كيما تشوفوا حطيت شويه صوص. انا نحب الغافيولي يبدا مشخشخ بالصوص الحقيقه، نحبوش يبدا يشيح. تاخدوا الطبق متاع التقديم وتحطوا الصوص في القاع، وباش نبدا نحط في لي غافيولي متاعي بشويه بشويه هكا باش نعملها نقص عليها الشكل متاع النواره. هي الغافيولي مزيانه حاسيلو كيما المارغريت، حبيت نزينها كيما النواره هكا. كل واحد هكا تنجموا تحطوا له 7 8 كعبات نتوما واش تحبوا. بالطبيعة الصوص راهي قوية ما نحقروهيش، راهو مش كيما المقرونة متاع الصلصة اللي نحبوه صحن يبدا معبي. باش نزيد نشخشخ الصحن متاعي بشوية صوص بالطريقة هذيا. نتوما راهو الحاجة الباهية في هذوما لي زاسيات كل واحد تعملو كيما يحب هو، اللي يحب برشا صوص، اللي يحب شوية، اللي يحبها مشخشخة بالجبن هاسيلو.
هذايا repas يعني كيما نقولوا ساهل على الآخر، وجاينا راس العام et tout دونك معاه une soupe ومعاها سليطة يكفي، وأني باش نحط كونيل صغيرة متاع صوص بيستو، اللي يحب يقوي في مطعم متاع الصوص متاعو، كيما قلت لكم يعني في المنيو متاع راس العام تنجموا تعملوها الغافيولي هذيا مع كيما une soupe متاع عدس ولا حاجة ولا متاع شامبينيون. هوني باش نزيد نحط البارميزان غابي، كيف البارميزان خديته من عند بني غلين، تحطوا شوية على خاطر البارميزان قوي ميمسي بنين، باش نزين هكا بنوار صغيرة متاع حبق، وبيان سور باش نحط شوية شو اسمه هو نواه كاجو باش نزين بكونكاسي بالطريقة هذي. وكان عملتوها بالبندق ولا بالبيستاش تزينوا بالبندق ولا بالبيستاش. هكا كملنا الوصفة متاع اليوم، وصفة سهلة على الآخر، وتنجموا تحضروا الصوص متاعكم وكل شيء قبل بنهارين، وتكونوا من بعديكا حاسيلو كوم دي شيف حاطين صحان يعمل 66 كيف. كان عجبتكم الوصفة متاع اليوم متنساوش باش تحطوا جيم، بارتاجي، وتنزلوا على الجرس باش تتبعوا لي فيديو متاعي الكل، ونقولكم شهية طيبة وكل عام وانتم حيين بخير، et à très 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 bientôt. Bye.